دي الكلبة اللي كانت سبب في اني قررت اني مش هتولى حالات من ناس معرفهاش تاني. من فترة اتبلغت بالكلبة دي في الشارع، حالتها كانت صعبة جدا للأسف. قصتها باختصار ان كل خلفة ليها لازم اولادها يموتوا بأبشع الطرق، ده غير ان سنها كبير جدا وهزيلة جدا. وفي ساكن هناك عنده كلب مربيه في البيت، كان كل فترة تزاوج بيخليه يتجوز الكلبة دي، فكانت بتجيب في جراوي ميكس بريد، وطبعا ما كانش بيهتم بيهم خالص. والاطفال اللي في الشارع يشوفوهم يلعبوا بيهم يرموهم بعيد يموتوا، عربيات تخبطهم، الناس تأذيهم. فحالتها كانت مأساة، خصوصا انها ما كانتش حمل كل ده اساسا، لان السيده الفاضله اللي بتراعيها واللي بلغتني انها عايزه تساعدها ما كانتش قادره انها تتحمل تكاليف علاجها. اتواصلت معايا واتفقنا ان انا هشيل تمن عمليه التعقيم وهي هتشيل تمن الكاتش والتوصيل، ولو جالها اي مبلغ زياده ممكن تساعد كمان. والحمد لله فعلا الكاتشر جه واخدها وداها المستشفى المخصصه للتعقيم. بس للاسف الكلبه لما دخلت العمليات ضربات قلبها زادت قوي، فالدكاتره اخدوا قرار انه ما ينفعش تعمل العمليه دلوقتي. وعملنا تحاليل لقينا ان عندها تليف كبير في الكبد، طبعا بسبب سنها الكبير، محتاجه تمشي على علاج للكبد مش اقل من شهر علشان ينفع تدخل عمليات تاني. ولان تكلفه اقامتها كان طبعا اكبر بكتير من قدرتي، فابراهيم البنداري صاحب شيلتر امريكان كايرو فاونديشن ليه كل الشكر ان هو وافق انه ياخدها يعالجها عنده لحد ما تخف وتعمل العمليه وتقوم بالسلامه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله فرق رهيب في صحتها لما قعدت هناك. ولكن الخلاف حصل لما طلبت من صحاب الكلبه انهم يحاسبوا السواق لما يرجعها تاني الشارع. طلبته بكل تلقائيه وعفويه. ما كنتش اعرف انهم مقتنعين ان الملاجئ بيجي لهم تبرعات كتير، فمن مسؤوليه الملجأ ان هو اللي يحاسب السواق. واللي صدمني بصراحه ان السيده الفاضله بعد ما كانت بتكلمني باستمرار يوميا علشان تطمن على الكلبه، مستنيه اليوم اللي الكلبه ترجع فيه الشارع تاني، لما حصل الخلاف قالت لي خلاص خليها قاعده في الملجأ. كل ده كان بالنسبه لي عادي لحد ما قرروا ان هم يعاقبوني بانهم ما يطمنونيش على الكلبه بعد ما رجعت الشارع، سبب ان اليوم اللي قبله لما بعتوا لي رساله بدل ما ارد عليهم كلمت السواق قلت له يتفق معاهم على الميعاد. انا مش مجبره ان انا ابرر انشغالي، كفايه اني بعمل اللي عليا واني مش بطنش واني خليت السواق يكلمها علشان يتفقوا على ميعاد رجوع الكلبه. مش متخيله بعد كل ده انا ممكن يتقال لي هي الفلوس تغير الناس بالشكل ده. انا بجد ما استاهلش يتقال لي كده، في حين ان انا لما قررت ان اساعد الكلبه دي كنت عامله حسابي على مبلغ معين، لقيت نفسي مضطره ادفع اكتر من الضعف لانها قعدت في العياده كذا يوم وعملت تحاليل ودخلت تخدير. ما هو كل دي مصاريف. بعد كده سواق نقلها من العياده للشلتر وده لوحده برده كان تكلفه. ايوه الحمد لله ربنا بيكرمني بناس بتثق فيا وبتشاركني الثواب، بس انا اي حد بيبعت لي مبلغ انا بعتبره امانه قصاد ربنا. لما حد يبعت لي مبلغ لعلاج مش هروح اضيع المبلغ كله على حساب السواقين. ما انا لو فضلت ادفع 300 جنيه للسواق ده و400 جنيه للسواق ده و500 جنيه للسواق ده انا مش هيبقى معايا اي فلوس اعالج بيها، خصوصا ان كان جزء من اتفاقنا في الاول انها هتشارك باللي تقدر عليه تاني. والحقيقه انها مشكوره انها دفعت فلوس التوصيل في الاول، واعتقد ان صاحب الحاله المفروض ان هو على الاقل يشيل ثمن التوصيل، دي اقل حاجه. بس فاجئوني لما قالوا لي دي كلبة شارع اصلا واحنا مش مضطرين ان احنا نساعدها. يعني انا اللي مضطره؟ بس ازاي بعد كل ده يتقال لي الفلوس تغير الناس بالشكل ده، او انها تقرر ان انا ممكن اخسر عملي اللي بعمله لوجه الله بسبب الحده في صوتي؟ يمكن بسبب الضغط بتكلم بجديه شويه، بس تاني انا مش مضطره ابرر لحد انا شايله حمل قد ايه لوحدي، ولا مضطره اني اخبي مشاعري لما حد يتهمني ان انا باجي على اللي قصادي في الفلوس وهم مقتنعين ان انا معايا تبرعات كتيره، لان ده ظلم وربنا عالم انا بعمل ايه لوجه الله. وفي حاله الكلبه دي الحمد لله ضميري مرتاح. قولوا لي بقى لو انتوا لقيتوا حاله وحاولتوا تساعدوها ولقيتوا انها هتتكلف زياده عن المتوقع، هتستغنوا عنها ولا هتفضلوا مكملين معاها لاخر لحظه؟